شفت البصل لونه كيف؟ على طول الزعفران، ننزل بالثوم. وانتبهوا انه هنا لسه ما في زيت ولا حاجة. خليت الثوم شوية، احط حبة فنجان سمن. هنستخدم هذه العصاية الحب لفتة الثوم. نزلت اللحمة، احط الهيل على المويه. شلت اللحمة اول ما استوت ونقلتها الفرن. على طول نحط الرز. اول ما ينفش الرز كده حركيه وهدي النار عليه. نحط البصل ونبدأ في الحشو. هنحط شوية موية ونرجع نحركه. الكركم، نحط من بهاراتنا، أعطيها رشة قرفة. أحط كسرة الزبدة لما أشوفه أتشرب زي كده، خلاص نحيل الزبدة ونحرك. الحمص سلقته طبعا. الزبيب، طبعا زبيب منقوع. لا تستغربوا إن الغرف للصحن، بس شوفوا الرز كيف يفرح القلب. نحط اللحمة، يلا نحط الحشو. إيش رأيكم في الخاتمة؟ طبعا أنا قللت الحشو هنا عشان هم ما يبغوها، وحطيت الباقي في الصحن اللي تبغى تزيد قدامها. حمرت اللحمة وحطيت عليها رشة نعناع، طبعا اختيارية تماما. موية الورد ببخها كده بخة، وبرضه اختيارية، لكن أنا أنصحك تحطيها لأنها ترقي الأكل لمستوى ثاني. فأتمنى إنكم تجربوها وإن شاء الله تحبوها، وعلينا